السلام عليكم. كما شفنا اليوم الماتش ديال المنتخب الوطني الاولمبي ضد المنتخب الاسباني عرف جوج ديال المراحل، ولكن قبل ما غنهضر على هاد المراحل هادو بغيت نهنئ اللاعبين ونشكرهم على الاداء الكبير ويعني الروح اللي تعاملوا بها في هاد الاولمبياد كامله، وجعلوا المنتخب الاولمبي يحقق انجاز ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي باذن الله غادي نتوجوه يعني بميداليه باذن الله السميع العليم. المراحل اللي بغيت نهضر عليها اليوم هي ان الفريق الوطني اليوم لعب في الشوط الاول بواحد النديه كبيره، ولكن مني سجل الهدف الاول عن طريق ضربه جزاء شفنا واحد، انا غنقول انكماش، رجعوا اللعابه كلهم اللور وعطينا فرصه كبيره المنتخب الاسباني، وهذا الشيء كامل بسبب الناخب الوطني طارق سكيتيوي. انا ما فهمتش علاش رجع ديك الرجعه كامله. فعلا ان منتخب اسباني منتخب كبير، ولكن على الاقل كان يلعب بواحد البلوك اللي هو متوسط، ماشي بلوك اللي هو متراجع بزاف. خليتي المنتخب الاسباني ودار فينا ما بغا، وبالخصوص ان حنا ما عندناش لاعبين اللي تيجيدوا الدفاع يعني 100%. عندنا العزوزي، عندنا الواحدي، باستثناء الى حيدنا حكيمي وبوكامير، فاللاعب الاخرين ما عندهمش واحد النزعه اللي هي دفاعيه 100%. شفنا الاخطاء اللي داروا اللعابه في اللور، جوج اهداف جاو اخطاء فادحه. خطا اللي جا من الواحدي، عوض ما غادي يخرج الكره وغادي يعني كما تيقولوا غيشتتها، بقى متردد في واحد الموقع اللي هو ماشي ديال التردد. شفنا كذلك الهدف الثاني اللي جا من الجهه ديال الزلزولي خلى داك اللاعب يعني صافي، يعني غير هرب عليه بقى واقف. هذا راه خطا اليوم كبير دارو طارق سكيتيوي. ما كانش كما قلت، ما كانش يلعب اطلاقا بلوك راجع اللور، لا ما خويا بلوك متوسط. كذلك يعني كذلك التغييرات، ما دار حتى تغيير. اظن دار تغيير واحد، خرج اعتقد خرج بوكامير ودخل موهوب. خليتي كيشطا ما لعبتيش، خليتي بوشوالي ما لعبتيش. صراحة اليوم السكيتيوي قتل الفريق. نقدر نكون غلط، ولكن يقدر يكون العديد منكم يعني ما يتفقوش معايا في الرأي، ولكن السكيتيوي اليوم قتل اخويا الفريق اليوم. ما ما بان حتى شي لمسه ديالو. ما هي نقولوا اللمسه بانت، غتقولي اللمسه بانت انه لعب دفاع، ولكن مدرب المنتخب الاسباني عاق به انه خايف، انه يعني ملي سجل هذاك الهدف ولا تيقلب غير يسلك الماتش، ودخل ليه ثلاثه ديال التغييرات بانه غامر، لعب يعني لعب بالكل في الكل. اعتقد خرج جوج ديال المدافعين، لعب ليه يعني زاد عمر الوسط وزاد لعاب القدام، ولينا تنشوفوا الضغط كامل عند المنتخب المغربي، لدرجه ان اللعابه ديالنا ولاو تيرتكبوا كما قلت اخطاء. هذيك يعني هذيك 4-2-3-1 باش لعبنا في البدايه ولا في الوسط ديال الشوط الاول، يعني قبل ما نسجلوا البيت ديالنا بضربه جزاء. انا ما نكذبش عليكم، ديك 4-2-3-1 انا ولات بانت لي تخربقت. اللعابه ولاو تيقلبوا غير كيفاش يسلكوا اللقاء ديالهم، ولينا تنطلعوا فاش حتى طلعنا شي هجمه يعني ضربات من البعيد ما مكاطرينش،
كما قلت الدفاع ارتكب جوج ديال الاخطاء اليوم صراحه. درنا اخطاء، كانوا عندنا هفوات اللي بينوا عيب كبير على هذا الفريق هذا، اللي نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم من المدرب ديالنا يصلح هاد الاخطاء. ورغم ذلك كما قلت في الاول ديال الفيديو، برافو على اللاعبين، داروا اولمبياد مزيانه. برافو للرحيمي اللي صراحه عجبني في هاد الاولمبياد هذه، اي فرصه تعطاتو تيسجلها. برافو للحارس ديالنا محمدي صراحه اللي عتقنا بزاف ديال اللقاءات في هاد الاولمبياد هذه. برافو كذلك اشرف حكيمي القائد ديالنا. برافو لكاع اللاعبين كلهم. وغادي نعاود نجبد واحد اللاعب اللي خاصو يصلح الا كان ما يتصلح، اللي هو عبد الصمد الزلزولي. راه في هاد الاولمبياد هذه اغلب اللحظات واغلب اللقاءات دار اخطاء اللي كانت مصيريه، وبالخصوص الخطا اللي دار اليوم ان ما دارش الكونترول على داك اللاعب في الهدف الثاني، ومشى باريحيه تامه سجل الهدف. فبالتوفيق الفريق ديالنا في اللقاء ان شاء الله اللي جاي، ونتمنوا لهم ان شاء الله يمشيو بواحد المسيره مزيانه ان شاء الله الرحمن الرحيم. حيت كما ذكرت ان راه كاينه نقاط سلبيه يعني في الدفاع، ممكن لان يعني لان في الاولمبياد بزاف ديال الانديه ما طلقوش اللاعبين، حيت كون كانوا طلقوا اللاعبين كان على الاقل غيلعب لينا شادي رياض، ولكن ما ندخلوش في هذا الموضوع بزاف. كاينين ايجابيات في الفريق، كاينين نقاط ايجابيه كذلك. كسبنا لعابه اللي غادي يلعبوا بهم في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. كسبنا ريتشاردسون، كسبنا اخوماش، كسبنا بن الصغير. يعني اكتشفنا المدافع ديالنا بوكامير. الحمد لله، يعني انجاز يعني تتحسب لهذا الجيل هذا في هذه الاولمبياد هذه. فبالتوفيق كما قلنا، بالتوفيق لهم في المقابله ان شاء الله الجايه، ونحققوا شي ميداليه ان شاء الله الرحمن الرحيم نتوجوا بها هذا المسار اللي كان العموم مزيان في الاولمبياد.